هاتيه وفرّزيه بكرة يسترِك وتعزمي بيه. جِبت ورق العنب مسكته وغسلته كويس جدًا تحت الحنفية، بعد كده مسكته كده وفرّدته ورصيتهم فوق بعضهم كده مجموعات، وكل مجموعة ربطتها بالخيط بالشكل ده كده. أهم حاجة تتأكدي إن أنتِ ماسكة كل العصوص بتاعة المجموعة، وكمان المجموعة بتاعتِك كلّها كده الورق بتاعها مفرود. ده هيسهّل عليكِ بعدين لمّا تيجي تلفّيه وتحشيه أهو بالشكل ده كده كلّه. جِبت بقى حلة كده فيها مَيّة بتغلي على النار، نزلت بقى بعصير ليمونة، وبعد كده نزلت بورق العنب بتاعي. أهم حاجة تخلّي بالِك من الرصة بتاعة ورق العنب، تخلّيها تحافظي عليها، وأول ما يغيّر لونهم بقى ويفتحي معاكِ تقومي قلباهم بقى على الناحية التانية. مش بياخدوا ثواني وبتلاقيهم غيّروا لونهم، وبتشيليهم على طول في مَيّة ساقعة أو تحت الحنفية، وبعد كده بتصفّيهم وتشيلي منهم العصوص بتاعتهم، وبعد كده تحطيهم بقى في أكياس التفريز وتفرّغي الهوا منهم، وبألف هنا وشفا.